فطير مورق بسمنه بلدي، مع السجق بقى، مع البسطرمه حادقه فبتدي تيست للسجق وهي بتستوي جوه، مع شويه سوسيس بقى. من اوائل الناس اللي عملوا الفطير في وش بيتزا كان فطاطري اولاد الحسين. انا في فطاطري اولاد الحسين خبره من 1907، يعني اكتر من 100 سنه في المهنه دي، والمكان اللي ورايا ده بقاله 37 سنه. انا في حته من اعرق مناطق القاهره جوه سوق النصريه، ومعايا احنا في سوق النصريه صح؟ صح، في السيده زينب، ومعايا الوحوش دول احفاد اللي اسس المحل ده، صح كده؟ يلا بسم الله نبدا، وبعد كده نتكلم واحنا ما انت هتاكل برضه، قشطه قشطه. يلا بسم الله. عايز نبدا بايه؟ انا دي كانت شكلها مغري جدا بالنسبه لاحمد، قال لي ابدا بدي. هو ده ايه بقى؟ قولوا لي ده اسمه ايه؟ قنبله ميكس فراخ. قنبله ميكس فراخ. دي عجينه بيتزا يا جماعه صح؟ قول له تعالى تعالى. روح له بقى هو يعمل اسمك ايه؟ محمد. اسمك ايه؟ محمود. على فكره انا عاوز اوضح لكم معلومه بس محمود يلا. اخويا الكبير مش التوأم بتاعي والله. انا مش ياسد، مش التوأم والله. احنا مش كريم ولا كرم، عادي جدا، احنا محمد ومحمود. ايه دي بقى؟ دي بقى البيتزا الشرقي بتاعتنا. دي البيتزا. مساء الفل. تعالى اقول لك بقى، انا ده البيتزا دي فيها حشو من جوه وحشو من بره. دي اللي اسمها فطيره شرقي، بيتزا شرقي بيتزا ولا شرقي. فطيره بوش بيتزا؟ بيتزا شرقي اللي هي اصلا فطيره بوش بيتزا. البيتزا فيها من جوه سجق وبسطرمه، وعليها من بره في التوبنج سوسيس، معاه بيض وطماطم وجبنه رومي وزيتون. دي بتعملوها هنا من قد ايه؟ كل ده احنا بنعمله. والبيتزا الشرقي دي الترند بتاعنا من 38 سنه، موجوده في المحل عندنا جدا. من اوائل الناس اللي عملوا الفطير في وش بيتزا كان فطاطري اولاد الحسين. انت اصلا متخيل اولا ده فطير عادي خالص بحشو الفطير والجبنه بتاع الايه اللحمه والبسطرمه، وكمان راح ضايفين له وش بيتزا. عارف اضاف الى لا تعالى بقى بسم الله، يلا احنا الثلاثه في وقت واحد. يلا 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 يلا، واحد اتنين اهو. ايه رايك؟ ده بيعملوا اكل حلو الصراحه، والله بيعملوا اكل حلو. لا انا هقول لكم على حاجه بقى. قول له تعالى يا احمد. هو تعالى يا احمد اقول لك، بس تعالى انا عاوزك تدوق والله، عشان انت فايتك عظمه والله. والله فايتك عظمه. طبعا كل اللي بيتفرجوا علينا نفسهم يعرفوا مين احمد. انا كنت واحد من الناس زيكم نفسي اعرف مين احمد، اللي بنفضل نقول له تعالى يا احمد تعالى يا احمد، لكن ما يعرفوش مين احمد. يعني ان شاء الله استاذ مصطفى في مره يطلع يقول لكم مين احمد ويعرفكم بيه ان شاء الله. يعني كلمني عن طعم البيتزا الشرقي دي. طعم البيتزا مختلف الشرقي عن الفطير في ده ايه؟ احساس بيدوب في القلب. اه بيدوب في القلب. الناس الاكيله اللي كيفهم الاكل هيعرفوا الكلام ده صح. ليه بقى؟ حاجه كده. فطير مورق بسمنه بلدي، مع السجق بقى، مع البسطرمه حادقه فبتدي تيست للسجق وهي بتستوي جوه، مع شويه سوسيس بقى، والجبنه الرومي. في نوع سجق كمان احنا بنعمله، ده سجق العجينه. انهي واحد اللي هو ده تعالى. دي فطيره سجق. السجق هنا مميز يا جماعه ان هم بيعملوه. وبالمناسبه لما بنقول ان المطعم هو اللي بيعمل السجق بتاعه، ده معناها دلاله على طول انه بيهتم بالمكونات اللي جوه السجق، لان السجق من ضمن الحاجات اللي لما تحب تسترخص فيها بتقلل اللحمه اللي فيها وبتقلل المكونات. فلما يبقى مطعم بيعمل حاجته بنفسه دي بتبقى يعني ايه. تعالى بقى تعالى يا احمد. ايه رايك في السجق البلدي ده؟ ده حاجه كده من اللي بتدوب في القلب، بيقولوا عادي جدا. ايه بقى البرنس ده؟ دي اسمها ايه؟ ده الفطيره الرول المعروفه عند الناس كلها. ماشي. احنا هنا بنسميها صاروخ. ايه وايه بقى؟ الصاروخ ده فيه ميكس فراخ. ميكس فراخ. شاورما فراخ. ها. ستريبس وديك رومي مبهدل. لا يا راجل. طب امسك كده. مساء الخير. امسك كده. عايز تحط عليها اي صوص على حاجه؟ عليه بقى الرانش. يلا. او دايناميت. انا بحب اللهوصه، فتلاقيني بحط الصوصات وبتاع، بحب انا احلى حاجه. صح كده. والله انا لما جيت الحقيقه حسيت ان الرجاله دول هيضيفوا للحلقه يعني رونق. يلا. بالرانش ماشي، بالباربيكيو ماشي. بسم الله. دايناميت مع الرانش بيعمل عظمه. دايناميت مع رانش مع شيدر، حط الثلاثه على بعض وغمس بيهم اي اكل،
والله العظيم 3 الفطير مش هيدوب في بقك، يعني هتحس ان انت كده قاعد في الفضاء. انت يا ابني انا بكلمك من قلب الملعب دلوقتي. انت يا ابني المجال خسرك والله. اه والله خسر كتير. انا اعتزلت الملعب بعد تقريبا 18 سنه قاعد باكل بس. قاعد باكل بس، ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا باكل. بعد ما خلصت الاكل اللي انا كان نفسي اكله كله، فاعتزلت الملعب وعملت تكميم عادي جدا. محمد عمل عمليه تكميم يا جماعه. من عشان ارجع امتى؟ بقى شخص سمباتيك من عادي امتى جدا. من امتى ونزلت قد ايه؟ من يوم 7/12 لغايه النهارده دلوقتي تقريبا داخل في 3 شهور. نزلت قد ايه يا محمد؟ حوالي 20 كيلو. دي ايه؟ دي ميكس جبن. دي اللي فطيره بتدوب. ميكس جبن. على فكره انا مبسوط باللي انت بتقوله ده عشان مفيد للناس. كمل. اي واحد مالناش احنا دعوه كان بياكل كتير، جسمه مليان تخين، اوعى تتضايق من الكلام اللي الناس هتقوله لك. بجد يعني انت حلو وجميل وشكلك جميل وهتفضل جميل، حتى ان كنت بتلاقي لبسك بصعوبه، حتى ان كنت بتاكل زياده عن الناس. في نفس الوقت الاكل متعه من متع الحياه. من اجمل متعه في الحياه. لا والله اجمل من الفلوس. انا باكل. والله الاكل اجمل من الفلوس والله. يعني انا لو حاطين قدامي خزنه وحاطين قدامي اكل هاكل عادي جدا، هاكل والله. لو حاطين قدامي فطير وحاطين قدامي فلوس هاكل برضه. مش ما احنا بنجيب الفلوس عشان ناكل بيها على فكره. يعني عادي يعني ده منطقي يعني. انا صرفت فلوس تخليني اركب عربيه مرسيدس عادي طول السنه على الاكل. على الاكل والله. على الاكل. دي ايه؟ دي بيتزا ايطالي تشيكن رانش. والله يا جماعه احساسه برضه وهو بيوصف وفي نفس الوقت يعني غيره اللي بياكل والله برضه مشاعر تتدرس. كمل عشان الديناميت مع الرانش مع الشاورما الفراخ والله احساس في الجون. صوص الديناميت هو سبايسي شويه للشخص اللي بيحب السبايسي، فمع الرانش بيكسر السبايسي بتاعه سنه، بيدي تيست جميل. ايه المميز عندكم في البيتزا؟ البيتزا المميز ليه انا بتاعها حاسس ان المكونات طبيعيه قوي؟ علشان احنا بنستخدم زبده ماشي. وبنستخدم لبن باودر كامل الدسم. في العجينه نفسها بنستخدم زعتر. واهم مكون الموتزاريلا الطبيعي. ايوه انت شفت انا الاحساس اللي حسيته والله العظيم انا جامد. مكون في الموتزاريلا في البيتزا نفسها ان الموتزاريلا طبيعي مش مجنسه. الناس الاكيله يفهموا الفرق بين الموتزاريلا الطبيعي والموتزاريلا المجنسه. الموتزاريلا الطبيعي كده حاجه بيضه خالص وبتشد وتيست تاني، عيشه تانيه باحساس جميل والله. هو هيدوق معاكم بقى، هو يقول لكم. تعالى يا احمد بص انا خدت حته البيتزا وحطيت عليها البطاطس دي مميزه وقديمه جدا عندهم. 35 سنه بتتعمل والله يعني. يا ممكن تقعد تجيب عيش وتاكلها لوحدها عادي جدا من غير الفطير. انا كنت باكلها قبل التصوير لوحدها. اولا احنا خبره هنا من 1907. عارف ولاد المهنه القدام اللي شربوا المهنه الاصليه بتاعت زمان، اللي بيهتموا بالخامه، اللي بيهتموا بتربيه الزبون، الناس اللي بتفكر زي زمان الناس كانت بتحافظ على الزبون دي. هنا كده المكان اللي ورايا ده بقى له 37 سنه. احنا في مكان من اعرق مناطق القاهره. احنا هنا في السيده زينب، هنا شارع بورسعيد، هنا النصريه. هنا احنا في مكان اللي هو بتاع زمان، الناس اللي هي بتفضل مرتبطه بالمطاعم عمر كامل. انا بدون ما اقطعك بس اهم حاجه بجد بالنسبه لنا ان الزبون يجي يمشي من عندي مرضي، يعني خد حاجه قيمه مقابل مال واتبسط وهو باين جدا على الاقل الخامات اللي بتتقدم. انا مبسوط كنت طبعا بوجودكم انتوا الاثنين في الحلقه. احنا يلا هنجيب الحلو يطلع. ما كان ينفع ده يتساب. تعالى يا احمد. ايه دي بقى؟ دي فطيره اسمها ايه؟ قول انت بقى كده. فطيره اولاد الحسين بقى. ايوه دي بقى بسبوسه الترنديه بتاعتكم يعني صح؟ بسبوسه وكنافه. ده من جوه. تعالى بقى تعالى. بسبوسه وكنافه وزبيب وزبيب وجوز هند وبندق وقشطه على الوش بقى القشطه وعسل، فيها من جوه مربى وكاسترد. يعني كل ده هنا حاجه بتدوب في القلب والله. ايه بينجو بلياردو ولا يلا تعالى. انت ايه؟ لا ما بحبش كده. يلا دوس على طول اهو يلا. بسم الله. بص انت اوصف اللي بيحصل جوايا دلوقتي. دي حاجه جوايا جوه القلب والله بقى. سيبك من الفطير اللي فات وده فطير تاني.
اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني خالص. قول لي ايه احساسك مع الميكس بتاع البسبوسه؟ لا هو بص، انتوا شفتوا كميه المكونات اللي هو قالها دي يا جماعه، كل مكون ليه سعادته. وبعد كده لما يبقى الفطير شخصيا برضو، بص الفطير مورق وخفيف. خفيف دي يعني انت المكونات اللي انت بتحس بيها من غير ما يبقى في حاجه بتلك في بقك يعني. فكميه المكونات دي، تعالى، ما انا برضو اصل المشهد ده مشهد بعيد جدا، لا هتشوفه هتستنتج ممكن يبقى في جوه بق ايه. بس تعالى نعمل كده عشان بس حتى دي تبقى ايه يعني. بسم الله. طب البرنسايه دي بقى احنا عايزين، انت جايبين لي جنبها سكر، هو ده فطير مشلتت و انت بتقول لي احط سكر على الفطير صح؟ يا لهوي على الفطيره. طيب احط سكر بايه كده؟ بقول لك ايه، ها كده؟ ايوه ماشي. طبقها بقى. اطبقها؟ لا ما انا عايز اخد قطمه واحده يعني، مش طيب ما اطبق. اطبقها كده اهو كده اهو أيوة. والله. بس ودخلها هو بقى ده. في بقك كده انت استاذ رئيس قسم يا ابني هتلاقيها والله. بتدوب في قلبك. جديده فايتك بقى القشطه والعسل. عليها. جديده فكره السكر على السكر بس يعني. واحط ايه؟ عسل؟ عسل ابيض بقى. ماشي. مصمصة شفايفه انا فايتني، هم مش فايتهم عادي. ملهمه والله. الفطير حلو قوي، باين فيه قوي السمنه البلدي الحقيقه. انا هاخد قطمه واحده من الثلاثه دول، رشحوا لي واحده. بندق. انهي واحده؟ بندق. دي ماشي. دي فطيره ايه بقى؟ دي مش فطيره، ممكن الموز أمال بقى دي إيه؟ تكسر الحاجات دي دي. بنتها الصغيره عادي الموز جدا. تكسر. ماشي. يلا دي فطيره. لا دي بنتها الصغيره. تعالى بص بقى اللغوصه دي، بس دي اخر لقطه هتشوفوها مني دلوقتي. بسم الله عشان هنقفل. كان معاكم مصطفى محمود وماذا؟ جنجي. الله والله ما شاء الله. اهو كيوتات ازاي والله.